السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا، أنا بقدر الإمكان والله بحاول أحسن في صوتي لأن عندي برد وصوتي قافل جدا جدا، فسامحوني وبعتذر لكم على الإزعاج اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو علشان صوتي. بس أنا مضطر، حد يقول لي طلعي الفيديو من غير صوت أقول لكم مش هينفع، أنا مضطر إن أنا أطلع أعلق بصوتي لأن في تكات كده هقول لكم عليها في وسط الفيديو لازم أقولها، علشان لو انا ما اتكلمتش مش هينفع، يعني انا لازم اتكلم، مش هينفع اطلعه بدون صوت نهائي. المهم الفطيرة الحلوة الجميلة دي اللي انتوا شايفينها هنعملها بثلاث مكونات فقط لا غير. هتقولي لي لا انت بتيجي في الكواليس او خلف ورا الكاميرا وتحطي يعني اي اضافات للعجينة. والله العظيم ابدا ابدا ابدا، اللي انا بحطه معاكم في الفيديو هو اللي ورا التصوير. انا مش بضيف اي اضافات، انا بعجن العجينه قدامكم، يعني بالعقل كده اكيد مش هاخد العجينه ارجعها تاني واحط فيها اي اضافات، مستحيل. تمام. علشان البنوته اللي هي مش عارفه اسمها بسمله من القاهره طلعت قالت انتي بتحطي حاجات في العجينه، اكيد احنا بنعمل بنحط المقادير دي بس مش بتطلع معانا العجينه كده. مش ذنبي والله يا حبيبتي، جربي تاني وتالت وتطلع معاكي افضل واحسن من كده. لكن اقسم بالله العظيم ما بحط اي حاجه ورا الكاميرا نهائي غير اللي بحطه قدامكم. هي بس يعني تعود، حاولي تعملي الحاجه مره واتنين وتلاته هتلاقي ان ايدك اتعودت عليها. المهم يا ستي ده دقيق عادي خالص، الدقيق الفاخر العادي يا جماعه، مش بيكي بيكر ولا الاهرامات ولا اي حاجه. ده الدقيق العادي بتاعنا خالص، مش دقيق الهايبر. تمام. الدقيق اللي هو السايب. معايا 3 كوبايات دقيق وعليهم نص كوباية زيت وكوباية لبن ومعلقة خميرة، فقط لا غير. تقولي لي انت جايبه كوبايتين دقيق ليه؟ اقول لك علشان انا كان ممكن احتاج ربع كوبايه فوق الكوبايه، بس الصراحه هي احتاجت مني كوبايه بس، لان زي ما قلت لكم كل نوع دقيق بياخد نسبه سوائل معينه. فانتي هتحطي الدقيق وتحطي اللبن شويه بشويه لحد ما العجينه تظبط معاكي وتبقى بالشكل اللي انتي هتشوفيه ده. بس اصبري معايا، وكمان ما تنسيش تضغطي لي على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو. بعد ما دخلنا ربع كوباية الزيت الاول في الدقيق كويس، هتنزلي باللبن شوية شوية لحد ما العجينة تبقى معاكي بالشكل ده. هتقولي لي ما هي بتلزق في ايدي، هقولك مش مشكلة خليها تلزق، انا عايزاها تلزق. بصي يا ستي، بعد ما تدخلي الزيت كويس وبعدين تحطي اللبن شويه بشويه وتلاقي العجينه بقت معاكي بالشكل ده كده وملزقه، هتاخدي العجينه على شويه دقيق وتعجنيها بالشكل ده كده زي ما انا بعمل. طيب الموضوع ده صعب عليكي وبتقولي لي برضو بتلزق في ايدي وهتشرب الدقيق وبعدين هترجع تلزق في ايدي تاني، هقولك بلاش كل الموضوع ده، بلي ايدك زيت واعجني. بلي ايدك زيت وترجعي تعجني في البوله تاني زي ما انا كنت بعمل، بس في البوله بلاش تحطيها على الدقيق ولا اي حاجه. هتعجني عادي بس انت تبلي ايدك زيت وترجعي تعجني علشان العجينه ما تلزقش معاكي وكمان ما تلزقش في ايدك وتعصبك. انا عارفه موضوع العصبيه من العجينه اصلها لزقت في ايدي، اصلا انا مش عارفه. يعني بتقولي لي انت ليه واعجني في العجينه، ما انا مش عارفه ليه واعجن عشان هي بتلزق في ايدي، ما انا بقول لك اهو بلي ايدك زيت وارجعي اعجني. هو كل شيخ وطريقته يا بنات، بس انا يعني بختار الطريقة الأسهل اللي هترضي كل حد فينا. يعني أنا ممكن أعملها على العجان بس أنا في مش كل الناس عندها عجان. تمام. بعتذر تاني على صوتي، معلش سامحوني. هتبلي ايدك زيت وهتعجني لحد ما العجينة تبصي تلاقيها بقت حتة واحدة كده ومبقتش يعني مفرولة معاكي ومبقتش تلزق في ايدك. لقيتيها بقت مش ملزقة في ايدك وبقى تحطي ايدك وتطلعيها والعجينة مش بتلزق في ايدك، يعني قصدي هتقعدي تلتي وتعجني فيها مثلا قولي حوالي 10 دقايق على ايدك، لو على العجان كفاية 5 دقايق. تمام. بعد ما تسيبيها ساعة الا ربع في الشتاء تخمر ونص ساعة في الصيف تخمر كويس جدا، هتاخديها تفرديها في صينية بالشكل ده كده. انا ما عملتش حاجة غير اني بليت زيت وفردتها في الصينية، مفيش اي حاجة اضافية ضفتها، مفيش اي حاجة عملتها مثلا خلف الكاميرا نهائي. جربي بس الطريقة وان شاء الله تنجح معاكي، بس مش لازم تنجح من اول مرة، عادي جربي مرة واتنين. المهم هو حقل تجارب، هنجرب عادي، هنجرب عشان نتعلم. المهم يا ستي بعد ما تفرديها في الصينية تعملي فيها اي بقى شكل خزعبلي بايدك بقى بالشوكة، اقولك بلاش شكل خالص، حطيها زي ما هي
ودخليها الفرن كده وهتبقى حاجة جميلة جدا. زي ما بيقولوا كده لبس البوصة تبقى عروسة. من كوبايتين دقيق عملنا أحلى وأجمل فطيرة، سخنة ودافية وطرية وهشة وقطنية وجميلة، وفي الشتاء كده تدفي أولادك. ويعني تفتح النفس كده، حاجة تفتح النفس. على جبنة بقى، على عسل، على مربى، أي حاجة. عايزة تاكليها كده سادة جنب الشاي، تمام، مقلناش حاجة. أنا نسيت أقول لكم إن أنا حطيت في اللبن معلقتين سكر، تمام، بس عشان تفاعل الخميرة. لو انت عايزاها مسكرة قوي هتزودي السكر عن كده. طبعا بصفار بيضة ورشة فانيليا ومعلقتين لبن، ودهنت الوش بالشكل ده كده. بقول تاني، صفار بيضة ورشة فانيليا وكمان معلقتين لبن عادي خالص، عشان محدش يقول انت هي ازاي صفرة كده. انا صفرة بصفار البيض، تمام. صفار البيض مع رشة فانيليا. البيض ده بلدي يا بنات، لو انت عندك البيض العادي مش هيدي معاكي الصفار ده، فحطي نقطة كركم بسيطة على صفارة البيض، تمام. يبقى صفار بيضة ورشة فانيليا، نقطة كركم صغيرة، وهتضربيهم بالشوكة كده وهتدهني الوش. ورشة سمسم ورشة حبة بركة ما عندكيش خالص مش مهم. طبعا انا مسخنة الفرن في الوقت ده، حطيتها طبعا في الرف الوسطاني، مش الرف اللي تحت خالص على البلاطة، لا، في الرف الوسطاني على الشبكة. ومش مولعة الشعلة غير لما الحروف تبان انها اصفرت معايا، وغير لما العجينة تقب كده خالص وتملأ الصينية. هبدأ اولع الشعلة حاجة خفيفة خالص لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انت حباه. وطبعا وش الحاجة او اللون اللي على الوش على حسب الرغبة زي ما تحبي. ده اللون ده مناسب ليا انا. حد يقول لي انت محمراه قوي، ده اللون المناسب ليا انا. انت بقى اطفيها بدري، اطفي الشعلة بدري شوية، تمام. زي ما انتوا شايفين هي بتعبر عن نفسها. مش عارفة هو انا ليه بمسك العجينة اعمل لها كده، مش فاهمة يعني. أنا ليه ماسكة الفطيرة يعني بلعب معاها. ما تعلقوش يا جماعة، هواجس اخر الليل، معلش. المهم زي ما انتم شايفين هي هشة طرية جميلة، بس عشان هي سخنة انا يعني هي المفروض سخنة، مش المفروض تتقدم كده. انت بعد ما تطلع من الفرن بتغطيها بفوطة 10 دقايق، وبعدين بتشيليها تحطيها تغطيها بستريتش او كيس عادي خالص علشان ترد طرية تاني. لان انت عارفة المعجنات بعد ما تطلع من الفرن بيبقى وشها ناشف كده، حتى العيش البلدي لما بنخبزه بيبقى وشه ناشف. فانت هتحطيه في كيس لحد ما ترد طرية تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.